السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم رفيق. اليوم جبت لكم وصفة المدلان بالشوكولا. هذه الوصفة بزاف بنينة، وسورتو نقدروا نديروها غوتي لولادنا اللي نروحوا للمسيد. وصفة راح تعجب بزاف وليداتنا. شوفوا كيفاش الجيل داخل بالشوكولا. كما نعرفوا دايري صغار يحبوا بزاف الوصفات اللي فيهم الشوكولا. للوصفة راح نحتاج 3 حبات بيض، نزيد نضيف معاهم نص كاس سكر عادي كريستاليزي. بفوي نضربوا هذوك المقادير حتى يندمجونا مع بعضهم. هنا تقدري تستعملي الباتور، انا استعملت الفوي. ليسونسيال تضربي الخليط تاعك ملاح ملاح ملاح. اللي تحب تستعمل الخلاط الكهربائي من الاحسن تستعمل الخلاط الكهربائي باش تسهل عليها الخدمه. هنا جبت باكي لافاني اللي ضفتو لهداك البيض والسكر بعد ما خلطتهم ملاح. زدت معاهم نص كاس فارينه، زدت معاهم نص باكي لا ليفر شوميك تاع 10 غرامات. خلط هذوك المقادير. هنا بعد ما خلطت كامل هذاك المقادير زدت معاهم نص كاس زبده دايبه. نبدا نزيد الزبده ديالي غير بشويه حتى نتخصلو على خليط يكون ليس، يكون رطب، يبان لنا بلي راهو يولي شغل اون كريم. فوالا كملت نص كاس تاع الزبده ديالي. هنا الزبده تاعي ما لازمش تكون سخونه باش الخليط ديالنا ما يفسدناش. هنا جبت امول اللي يدخل للفوق تاع لي مادلان. انا استعملت كوكياج، ممكن انك تستعملي اي مول تاع مادلان عندك. حطيت النص تاع الخليط، ما لازمش نعمروا الخليط مليح مليح لانه راح نزيدوا طبقه واحده اخرى. هنا درت طبقه تاع الشوكولا ونزيد فوقها طبقه تاع الخليط اللي كنت خدمته، نزيد عليها كامل هذاك الخليط ديالي. نسقم الخليط ديالي مليح بالمغرفه. بعد ما سقمت هذاك الخليط نخبط الصنيوه ديالي مليح، من بعد ندخلها للفرن على درجه 180 لمده 20 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي بعد ما طابت لي الحلوه ديالي. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتفرحوا بها وليداتكم. ما تنسونيش بالتعليقات جام للا فيديو، واللي ما دارتليش ابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا. على بروشين. السلام عليكم.